النهارده افتتاح الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير. ايه هو الدرج العظيم؟ هنشوف ايه؟ طب ايه حكايته؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. الدرج العظيم. الدرج العظيم مساحته 6000 متر وطوله حوالي 6 أدوار. فكرته إن هو بيتكلم عن 4 موضوعات في الحضارة المصرية القديمة هنشوفها وإحنا طالعين على المشايات دي، أو ممكن نطلع على رجلينا 105 سلمة. المجموعة الأولى بتعرض لنا مجموعة من تماثيل الملوك في مصر القديمة. بنشوف المصري القديم إزاي كان بيصور الملوك بتوعه. وإحنا عندنا هنا مجموعة تاريخية، يعني إيه؟ يعني عندنا تماثيل من الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، وبنوصل لغاية العصر اليوناني الروماني. الجزء الثاني أو الدور الثاني بيتكلم عن المعبد المصري القديم. بنشوف المفردات اللي موجودة في المعابد، زي الأعمدة والناموس اللي كان بيوجد فيه تمثال المعبود، والمسلات وتماثيل أبو الهول. يعني باختصار معظم الحاجات اللي كانت موجودة في المعبد هنشوفها في الجزء ده. المجموعة الثالثة هي تماثيل الملوك مع المعبودات. فبنشوف مثلا رمسيس الثاني وهو بيتوسط المعبودة سخمت والمعبود بتاعه. بنشوف الملك سنوسرت وهو في هيئة المعبود أوزير. المجموعة الرابعة والأخيرة بتتكلم عن رحلة الأبدية، وبتعرضوا فيها مجموعة من التوابيت مختلفة الأشكال والأحجام لملوك وملكات مصر القديمة. وبكده بتنتهي جولتنا في الدرك العظيم.